اهلا بحضرتك. دلوقتي السؤال اللي حضرتك اديتنا اجابه عليه من حوالي اسبوعين، لن ندخل في مزايده مع النادي الاهلي ولن ننافس بعضنا بعضا حتى لا يضار اي نادي برقم او الى اخره. النهارده اللاعب اسلام رشدي الجميع قد علم انه قد وقع للنادي الاهلي، او على الاقل كشف طبي وتوجه الزمالك لشرائه. حضرتك اعقب لان انا عندي اسئله كتيره قوي في المنطقه دي. والله مش كان في ناس بتبعت لك زعلانين ان انا بعمل مداخلات؟ ما يهمناش، احنا ما بنمشيش براي الناس، لا احنا بنمشي براينا. التافه العبيط الاهبل هو بالناس ان انا رئيس نادي الزمالك ومتحدث رسمي باسم نادي كبير، ولما حضرتك اعلامي محترم تسالني لازم احترمك واجاوبك. طبعا وانا بشكرك ولا هو عايز المنظره وقله الادب بقى لا يعنينا في شيء في السماء وتطلبني اما اقول لك اطلب مدير النادي والحاجات اللي بتحصل دي لا يعنينا في شيء، لا يعنينا في شيء على الاطلاق بصراحه. يعني اولا انا قبل ما اجاوبك على هذا السؤال انا حزين على المستوى المتردي لبعض الاقلام لبعض الاقلام اللي بتتصور انها بتدافع عن النادي الاهلي، بتشوهه وبتشوه العلاقه بين ناديين كبار. وعلى سبيل المثال اللي مكتوب النهارده في روزا اليوسف الافندي اللي اسمه محمد عبد المجيد تحت اشراف الاخ ثروت البحثي. طب انت يا ثروت بتكتب في مجله الاهلي، لما تشتمني في مجله روزا اليوسف انت ومحمد عبد المجيد وتكتبوا اكاذيب، يعني ايه كسف يا اخي؟ والاخ الثاني اللي اسمه علاء عزت اللي في الاهرام الرياضي شاتمني النهارده الصفقات الحرام اللي مرتضى بيعملها. خلاص عايز اقول له عيب، ما انت بتكتب برضه في مجله الاهلي. يا استاذ محمود طاهر اقسم بالله انا لساني لغايه اخر اسوان والله بقول لك لم الولاد دول، لان انا عندي زملكاويه وعندي اعلاميين زملكاويين وعندي صحفيين زملكاويه وعندي جماهير زملكاويه، لكن انا لاخر مره بقول اذا كنتوا عايزين تفسدوا، يعني في واحده اسمها بيسا للاسف ام عضو مجلس اداره، حضرتك خش على الموقع بتاعها ام الاستاذ مروان، شوف الشتيمه اللي عماله تشتمها. تمام؟ هو ده النادي الاهلي؟ هو ده النادي الاهلي العريق؟ ده نادي العظماء والزعماء يا جماعه. يا ست بيسا عيب، ده انت ام عضو مجلس اداره، عيب تاني بقول لك عيب اللي انت كاتباها على الموقع. انا دخلت شفت على موقعك. طب ايه السبب؟ ايه السبب عشان الناس تبقى فاهمه يا مرتضى بيه؟ السبب يا ان انا تاني بقول اهو يا استاذ الفاضل، انا انتخبت رئيسا لجنه الانديه بالاجماع. نعم. النادي الاهلي ما كانش موجود في المنظومه، انا صممت ان النادي الاهلي يرجع ورجع مكان النادي الاسماعيلي. تمام خلاص تمام. ورحبت بالنادي الاهلي لانه المنظومه من غير النادي الاهلي ولا ليها قيمه. شوف بقى قد ايه بقى جميل. النادي الاهلي ده اعتبره هرم من الاهرامات. خلاص انا بقول لك اهو، واللي مش عارف قيمه النادي الاهلي في النادي الاهلي يروح. يا اخي انا رئيس الزمالك بقول لك النادي الاهلي ده هرم من الاهرامات. تمام. خلاص لما تيجي النهارده انا اجتمعنا واتعرض مشروع بتاع الغاء الهبوط، انا صوتي يا استاذ مدحت. بالتالي بقول لك لا شريف حبيب اعترض ولا محمد عبد الوهاب ماسك النادي الاهلي اعترض، وهو لو اعترض انا عاوز يطلع دلوقتي يعمل لك مداخله يحلف على مصحف ان هو اعترض وافق ورفع ايده على الغاء الهبوط. ايه المشكله؟ ليه بتشتم كل يوم؟ ما احنا ما فهمناش برضو السيده بيسا شتمت ليه؟ عشان دي حمله معموله. يعني ما فيش وقائع معينه بتتكلم فيها؟ ما فيش وقائع معينه. اصلا مين بيسا دي؟ طيب. انا دخلت الناس في نادي اهلي ليا اصدقاء كتير، دخلت على الموقع لقيتها شتماني. حضرتك بتشتميني ليه؟ ما انا لساني طويل يا بيسا، خلي بالك، وممكن اتكلم ما نزلكيش من بيتك. والارهاب اللي بتعملوه ده ولا شعره من راسي، وخليكم انتوا تشتموا وانا عمال اخد منكم اللعيبه. هو يبقى كده يا استاذ؟ طيب احنا عايزين نعرف دلوقتي يا مرتضى بيه. الزمالك حلمت بيها انا خدتها خلاص. الحقيقه الاسماء اللي انا قلتها دي احلام، يعني دي احلام. هل بالفعل كل دول وقعوا اللي انا قلتهم؟ يعني خالد قمر، رضا العزب، دويدار. انا ما اعرفش اسماء، انا اعرف احلام يا استاذ مدحت. تاني بقول اهو، كل اللي حلم بيه جمهور نادي الزمالك وهو نايم انا اشتريته. هم قالوا للولاد ده معهوش فلوس، ربنا كرمني ومعايا الفلوس واشتريت نقدا. خلاص نقدا عدل. طب منين الفلوس دي يا مرتضى بيه؟ جامايكا اللي كان مع اللي بيروح مع عصام الحضري. انا بس عاوز اقول لعصام في واحد دكتور فلكي، انا بحب طبعا ادعبه يعني عشان بحب عصام. طلع بكره الساعه 9 في احدى القنوات مع الاستاذ كرم جبر. خلاص هيقول لعصام مين الراجل اللي بيعمل له السحر بالاسم.
طيب خلي بالك الراجل كلمني النهارده، الراجل طالع بكره على الهواء يتكلم بس عشان عصام يتابع، ما يكلمنيش انا، يخش على جامايكا التاني. طيب يعني هل في امكانيه تكون مثلا يعني معاونه من اصدقائك اللي انت قلت قبل كده هيتعاونوا معاك من الخليج مثلا؟ انا ما بغلطش يا استاذ مدحت. نعم. استاذ محمود طاهر رئيس نادي الاهلي المحترم، تمام، جماهيره بالملايين، واللي شايف ان جماهيره مش كده يبقى ما بيشوفش اعمى. تمام. بيقول لك اسمعوا بطولاته، تاريخه، رؤسائه، مرتجي، صالح سليم، يا بيدة نادي الاهلي تاريخ حركه وطنيه في مصر. نعم. خلاص. حضرتك بقى هتخش معايا في مشتمه؟ لا ده انا لساني طويل. طيب بعرف اجيب القرار. طب انا عايز اروح منك تاني وانا انا خلي حضرتك تكمل. استاذ محمود طاهر، اتفضل من فضلك. اتفضل. الولاد اللي بيشتموني في النهارده على عزت ده بيكتب عندك في المجله. خلاص. هو ما عايز يعني يشتم ويطول لسانه في مجلتك. عايز اسالك سؤال يا مرتضى بيه، انت بتهتم قوي بالحاجات دي اوفر. بهتم ليه؟ اوفر والله العظيم ما ليها تاثير، والله ما ليها تاثير. هقول لك بهتم ليه، هقول لك بهتم ليه. اتفضل. احنا مش فاتحين محلات بقاله لا انا ولا محمود طاهر. نعم. احنا مسؤولين عن انديه كبيره فيها جماهير بالملايين. نعم. بيبدا من رئيس الجمهوريه وواحد بيشم كله. تمام. تمام. في بني ادم مثقف وفي جاهل لما يقرا ان رئيس النادي الزمالك بيتشتم، انت مش كده بتعمل فتنه؟ لما يقرا ان رئيس النادي الاهلي بيتشتم، مش كده بتعمل فتنه؟ صحيح. فانا بقول لك اهو، الفتنه اشد من القتل يا محمود. لما يكون واحد بيكتب يجاملك، لكن تبقى عضو مجلس اداره عامله موقع وبتشتم يا ست بيه، عيب. طيب عيب يا استاذ مدحت. حضرتك قلت مش هتخش في اي صفقه داخل فيها النادي الاهلي. تمام. دخلت في صفقه اسلام رشدي. طيب اسال اولا، انا عندي لجنه تعاقدات هي المسؤوله عن التعاقدات. تمام. خلاص. تمام. انا راجل بمضي، واخد بالك، بعد ما بيتفقوا. اسال اسلام رشدي قعد مع مين الاول. اوكي. لو قعد مع النادي الاهلي الاول هقول له تعظيم سلام. بس كشف طبي في الاهلي. يا سلام. هو داخل الكليه الحربيه. يا استاذ الفاضل. يا بص. انا راجل ملتزم بكلمتي. اتفضل. لو اسلام رشدي يا اخي علاء صادق ويا اخي محمد عبد يا صديقي العزيز، يا اللي بقالي اسبوع ما شفتكش عندي في المكتب، لو اسلام ده قعد مع النادي الاهلي الاول يبقى انا راجل غلطان. ده راجل قعد مع نادي الزمالك وعرفوا انه قعد مع الزمالك. تمام. وهم دخلوا في الصفقه. الكلام اللي بيقولوا على يعني الصفقه اسلام صفقته بدات مع الزمالك. نعم. الصفقه بتاعت اسلام بدات مع الزمالك. يا فندم. قلت تاني اساله. لو انا بكذب انا ما اعرفش هم طبعا خدوه ولا لا، لان انا عندي حاجات اهم من ده بكتير. تمام. لكن انا بقول اهو، عايز تعرف عندي اهم ايه؟ عندي اهم مصر. ان انا راجل اسمه المشير السيسي عايزه ينجح وعايز الشعب ينزل، وبلف في كل حته عشان الراجل ده الملايين اللي شرفونا في العالم العربي واوروبا وامريكا، عايز اشوفكم يا مصريين تنزلوا اليومين دول. عندنا ده الاهم من علاء صادق وعبد الصادق والكلام ده بقى، ويمبي ومش امبي ويروح يلف على الناس والكلام ده. احنا عندنا يعني دماغنا بتوجعنا. لكن بقول اهو تاني، انا قلت عندك انا مستعد اروح النادي الاهلي، ازور النادي الاهلي وابارك لمحمود طاهر ومجلس ادارته لو دعاني. مش قلت الكلام ده عندك؟ هو قال لك اتفضل يا مرتضى ببيان، والله هروح له بعدها بساعه. انما هو عايز يعمل مشكله. لا خالص. هو بس انا اتصور ان هو مازال بيلم اموره داخل النادي، اتصور هذا. واحنا في النهايه ما يهمناش زي ما حضرتك قلت، وانت راجل عملت شغل كبير جدا في لجنه الانديه، يهمنا ان احنا نهدي الاوضاع. كلمه بقى والله العظيم اقسم بالله العظيم بالظبط كده. ما في بيني وبين اي حد في النادي الاهلي اي يا بيه. انا بص تاني، انا كنت ناس اقول لك ان انا محامي اكرامي. خلاص. ناس اقول لك ان الخطيب يعني اي ازمه من الحكايات دي عندي ما عنديش مشكله مع حد. نعم. النادي الاهلي ده بقول لك تاني، اللي مش شايف النادي الاهلي انه نادي كبير وعريق يبقى عينه دي مقفوله. تمام. انا بقول اهو يا جماعه، انتوا بقى اللي حسوا قيمه النادي الاهلي مش انا. انتوا تصرفوا تصرفات ليه بالنادي الاهلي لما رئيس نادي الزمالك اللي هو زي الاهلي بالظبط، النادي الكبير العريق طبعا يقول لك يا مجلس اداره الاهلي انا مستعد اجي ازورك علشان ابارك لك، المفروض بعدها ب5 دقايق تم مداخله تقول لي اتفضل. نعم. انا مش غلطان، انا ما غلطتش فيك. وبعدين انا مختلف يا بيه معاك في وجهات النظر. حضرتك بتقول انك انت ضد الغاء الهبوط. تمام. انا صوت يا فندم، انا صوت. يا استاذ الفاضل اقسم بالقران الكريم وحياه المصحف النادي الاهلي في الاجتماع وافق على الغاء الهبوط. طب عايز اسالك سؤال في المنطقه دي يا مرتضى بيه، رايك الشخصي لو قرار زي ده مصيري
هل كنت، انا عايز رايك انت الشخصي وانا عارف ان حضرتك راجل يعني ليك رايك اللي من جواك، هل كنت تفضل انكم لما حضرتك انت عرضت دلوقتي انه ما يبقاش فيه هبوط السنه دي، هل الاصح ان اللي قاعد على الكرسي ده سواء كان عضو مجلس او نائب رئيس مجلس او حتى رئيس مجلس اداره، الصح انه كان يرجع لمجلسه ويعود في الجلسه التاليه ليصوت، ولا يصوت من عندياته هو، خصوصا ان ما كانش فيه قبل كده ما يسمى بجدول اعمال ان احنا هنناقش مساله الهبوط عشان يرجع فيها لمجلسه؟ طب كلامك محترم ومهم جدا. اتفضل. استاذ مدحت، احنا خدنا قرار بالغاء الهبوط بالاجماع. طيب خلاص تمام. المحضر بعد 10 ايام اجتمعنا عشان نصدق على بند. ايوه بنحضر بقول لهم البند الاولاني احنا اتفقنا الجلسه اللي فاتت على كذا، اللي موافق المتحفظ اللي عايز يلغي. كويس تمام كويس. النادي الاهلي خد 10 ايام. تاني يقول لك وهات محمد وهاب على التليفون. كلمته قلت له يا محمد بقى لنا ساعتين منتظرينكم، الاجتماع التاني بقى اللي احنا بنصدق يا نلغي يا نتحفظ. هيكون سأل بقى مجلس ادارته. تمام. قال لي انا في نهائي، انا في ماتش بتاع السوبر بتاع اليد والاستاذ طاهر الشيخ في الطريق ليك. خلاص قعدنا يا بيه 6 ساعات الاستاذ طاهر ما جاش. طب بقيه الانديه صدقت على القرار؟ فحضرتك ثانيه واحده، حضرتك في الاجتماع الاولاني، طب ده كان رايك يا محمد عبد الوهاب. في الاجتماع الثاني انت قعدت مع مجلسك المفروض، بدل ما تطلع يا استاذ محمود تعمل اعلانات وتقعد تتكلم وتقول احنا ضد الهبوط ولينا شروط، ما كان حد من مجلس ادارتك جه يا جماعه وجهه نظرنا 1 2 3. هو ده الصح الحقيقه، انا ما غلطتش، هو ده الصح 100%. وانا بتحداها واقول لك تاني، هات محمد بابا على التليفون قول له مرتضى كلمك. اولا قول له مرتضى اقسم بالله انك انت في الاجتماع وافقت الاولاني على الغاء الهبوط. 2 انه كلمك وقال لك احنا في انتظارك بقالك ساعتين، قلت له طاهر الشيخ في الطريق. خلاص ايه الغلط اللي احنا عملناه؟ لا هو طبعا هو ايه الصح. الحمله اللي معموله دي؟ المشاركه، قله الادب دي. هو ده الاهلي؟ يعني انا طيب. ربنا هداني عفرتهم هم؟ انا مش فاهم. سؤال اخير يا مرتضى بيه، اتفضل. بس ارجوك تجاوبني عليه. هل ايمن حفني في اجنده الزمالك ولا مش في اجنده الزمالك؟ مين ده؟ ايمن حفني. بص يا كابتن، انت سالتني سؤال قبل كده. نعم. دلوقتي حالا. وانا ما بهربش من اي سؤال. تمام. حضرتك قلت لي هل لجنه الانديه وافقت في الاجتماع الثاني؟ حضرتك سالتني السؤال ده. سالت السؤال ده بالاجماع. يعني صدقوا على الكلام بالاجماع. طيب اوكي. وخلي بالك القرار بقى ايه؟ عشان بس الناس تبقى عارفه. وفي حاله ان اتحاد الكوره هيرفض ويلوي دراع لجنه الانديه، محدش هيلعب عندنا دوري. الانديه بالاجماع. شيء غريب جدا، شيء غريب جدا. بالاجماع. طيب على مسؤوليه الكلام ده اهو. نروح لايمن حفني بقى. هل في اجنده؟ ايمن حفني من ضمن الاسماء اللي الكابتن احمد حسام حاططهم في هل تم الجلوس معاه ولا بس محطوط في الاجنده؟ بص يا استاذ مدحت، اتفضل. كل ما حلم به جماهير الزمالك من لاعبين ان شاء الله السنه دي معانا. بس اشكرك يا مرتضى بيه، اشكرك يا مرتضى بيه، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. خلاص احنا رصينا الاسماء وقلناهم. كانت في جلسه امبارح في احد كافيتريات سور نادي الزمالك وضمت اللعيبه اللي انا قلتها دي بالكامل. تاني اللي مش شايف النادي الاهلي انه نادي كبير وعريق يبقى عينه دي مقفوله. تمام. انا بقول يا جماعه انتوا بقى اللي حسوا بقيمه النادي الاهلي مش انا. انتوا تصرفوا تصرفات ليه بالنادي الاهلي لما رئيس نادي الزمالك اللي هو زي الاهلي بالظبط، النادي الكبير العريق طبعا يقول لك يا مجلس اداره الاهلي انا مستعد اجي ازورك علشان ابارك لك، المفروض بعدها ب5 دقايق تعمل مداخله تقول لي اتفضل. نعم. انا مش غلطان، انا ما غلطتش فيك. وبعدين انا مختلف يا بيه معاك في وجهات النظر. حضرتك بتقول انك انت ضد الغاء الهبوط. تمام. انا صوت يا فندم، انا صوت. يا استاذ الفاضل اقسم بالقران الكريم وحياه المصحف النادي الاهلي في الاجتماع وافق على الغاء الهبوط. طب عايز اسالك سؤال في المنطقه دي يا مرتضى بيه، رايك الشخصي لو قرار زي ده مصيري، هل كنت، انا عايز رايك انت الشخصي وانا عارف ان حضرتك راجل يعني ليك رايك اللي من جواك، هل كنت تفضل انكم لما حضرتك انت عرضت دلوقتي انه ما يبقاش فيه هبوط السنه دي، هل الاصح
ان اللي قاعد على الكرسي ده سواء كان عضو مجلس او نائب رئيس مجلس او حتى رئيس مجلس اداره، الصح انه كان يرجع لمجلسه ويعود في الجلسه التاليه ليصوت، ولا يصوت من عندياته هو، خصوصا ان ما كانش فيه قبل كده ما يسمى بجدول اعمال ان احنا هنناقش مساله الهبوط عشان يرجع فيها لمجلسه. طب كلامك محترم ومهم جدا. اتفضل. استاذ مدحت، احنا خدنا قرار بإلغاء الهبوط بالإجماع. طيب خلاص؟ تمام. المحضر بعد 10 أيام اجتمعنا عشان نصدق على بند. ايوه. بنحضر بقول لهم البند الأولاني. احنا اتفقنا الجلسة اللي فاتت على كذا. اللي موافق، المتحفظ، اللي عايز يلغي. كويس. تمام؟ كويس. النادي الأهلي خد 10 أيام. تاني اقول لك، وهات محمد وهاب على التليفون. كلمته قلت له استاذ محمد بقى لنا ساعتين منتظرينكم، الاجتماع التاني بقى اللي احنا بنصدق يا نلغي يا نتحفظ. هيكون سأل بقى مجلس ادارته. تمام. قال لي انا في نهائي، انا في ماتش بتاع السوبر بتاع اليد، والاستاذ طاهر الشيخ في الطريق ليك. خلاص. قعدنا يا بيه 6 ساعات، الاستاذ طاهر ما جاش. طب عدل. طب منين الفلوس دي يا مرتضى بيه؟ جامايكا اللي كان مع اللي بيروح مع عصام الحضري. انا بس عاوز اقول لعصام، في واحد دكتور فلكي، انا بحب طبعا ادعبه يعني عشان بحب عصام. طالع بكره الساعه 9 في احدى القنوات مع الاستاذ كرم جبر. خلاص. هيقول لعصام مين الراجل اللي بيعمل له السحر بالاسم. طيب ماشي. خلي بالك، الراجل كلمني النهارده، الراجل طالع بكره على الهواء يتكلم بس عشان عصام يتابع. ما يكلمنيش انا، يخش على جامايكا الثاني. طيب يعني هل في امكانيه تكون مثلا معاونه من اصدقائك اللي انت قلت قبل كده هيتعاونوا معاك من الخليج مثلا؟ انا ما بغلطش يا استاذ مدحت. نعم. استاذ محمود طاهر رئيس نادي الاهلي المحترم. تمام. جماهيره بالملايين، واللي شايف ان جماهيره مش كده يبقى ما بيشوفش اعمى. تمام. بيقول لك اسمعوا، بطولاته، تاريخه، رؤسائه، مرتجي، صالح سليم. يا بيه نادي الاهلي تاريخ حركه وطنيه في مصر. نعم. خلاص. حضرتك بقى هتخش معايا في مشتمه؟ لا، ده انا لساني طويل. طيب بعرف اجيب القرار. طب انا عايز اروح منك تاني وانا اسف. انا خلي حضرتك تكمل. استاذ محمود طاهر، اتفضل من فضلك. اتفضل. الولاد اللي بيشتموني في النهارده على عزت ده بيكتب عندك في المجله. خلاص. هو ما عايز يعني يشتم ويطول لسانه في مجلتك. عايز اسالك سؤال يا مرتضى بيه، انت بتهتم قوي بالحاجات دي اوفر. بهتم ليه؟ اوفر والله العظيم ما ليها تاثير، والله ما ليها تاثير. هقول لك بهتم ليه. اتفضل. احنا مش فاتحين محلات بقاله لا انا ولا محمود طاهر. نعم. احنا مسؤولين عن انديه كبيره فيها جماهير بالملايين. نعم. بيبدا من رئيس الجمهوريه وواحد بيشم كله. تمام. تمام. في بني ادم مثقف وفي جاهل. لما يقرا ان رئيس النادي الزمالك بيتشتم، انت مش كده بتعمل فتنه؟ لما يقرا ان رئيس النادي الاهلي بيتشتم، مش كده بتعمل فتنه؟ صحيح. فانا بقول لك اهو، الفتنه اشد من القتل يا محمود. لما يكون واحد بيكتب بيجاملك، لكن تبقى عضو مجلس اداره عامله موقع وبتشتم، يا ست بيه عيب. طيب عيب يا استاذ مدحت. حضرتك قلت مش هتخش في اي صفقه داخل فيها النادي الاهلي. تمام. اهلا بحضرتك. دلوقتي السؤال اللي حضرتك اديتنا اجابه عليه من حوالي اسبوعين، لن ندخل في مزايده مع النادي الاهلي ولن ننافس بعضنا بعضا حتى لا يضار اي نادي برقم او الى اخره. النهارده اللاعب اسلام رشدي الجميع قد علم انه قد وقع للنادي الاهلي، او على الاقل كشف طبي، وتوجه الزمالك لشرائه. حضرتك اعقب لان انا عندي اسئله كتيره قوي في المنطقه دي. والله مش كان في ناس بتبعت لك زعلانين ان انا بعمل مداخلات؟ ما يهمناش، احنا ما بنمشيش براي الناس. لا احنا بنمشي براينا. التافه العبيط الاهبل. هو من الناس اللي انا رئيس نادي الزمالك ومتحدث رسمي باسم نادي كبير، ولما حضرتك اعلامي محترم تسالني لازم احترمك واجاوبك. طبعا وانا بشكرك. ولا هو عايز المنظره وقله الادب بقى لا يعنينا في شيء في السماء وتطلبني اما اقول لك اطلب مدير النادي والحاجات اللي بتحصل دي. لا يعنينا في شيء، يعني على الاطلاق. بصراحه يعني اولا انا قبل ما اجاوبك على هذا السؤال، انا حزين على المستوى المتردي اللي بعض الاقلام اللي بتتصور انها بتدافع عن النادي الاهلي بتشوهه وبتشوه العلاقه بين ناديين كبار. وعلى سبيل المثال اللي مكتوب النهارده في روزا اليوسف الافندي اللي اسمه محمد عبد المجيد تحت اشراف الاخ ثروت البحثي. طب انت يا ثروت بتكتب في مجله الاهلي، لما تشتمني في مجله روزا اليوسف انت ومحمد عبد المجيد وتكتبوا اكاذيب،
يعني ايه كسف يا اخي؟ والاخ التاني اللي اسمه علاء عزت اللي في الاهرام الرياضي شاتمني النهارده الصفقات الحرام اللي مرتضى بيعملها. خلاص عايز اقول له عيب، ما انت بتكتب برضه في مجله الاهلي يا استاذ محمود طاهر. اقسم بالله انا لساني لغايه اخر اسوان والله. بقول لك لم الولاد دول، لان انا عندي زملكاويه وعندي اعلاميين زملكاويين وعندي صحفيين زملكاويه وعندي جماهير زملكاويه، لكن انا لاخر مره بقول اذا كنتوا عايزين تفسدوا، يعني في واحده اسمها بيسا للاسف ام عضو مجلس اداره، حضرتك خش على الموقع بتاعها ام الاستاذ مروان، شوف الشتيمه اللي عماله تشتمها. تمام، هو ده النادي الاهلي؟ هو ده النادي الاهلي العريق؟ ده نادي العظماء والزعماء يا جماعه. يا ست بيسا عيب، ده انت ام عضو مجلس اداره، عيب. تاني بقول لك عيب اللي انت كاتباه على الموقع، وانا دخلت شفت على موقعك. طب ايه السبب؟ ايه السبب عشان الناس تبقى فاهمه يا مرتضى السبب يا بيه ان انا تاني بقول اهو يا استاذ الفاضل، انا انتخبت رئيسا لجنه الانديه بالاجماع. نعم. النادي الاهلي ما كانش موجود في المنظومه، انا صممت ان النادي الاهلي يرجع ورجع مكان النادي الاسماعيلي. تمام خلاص تمام. ورحبت بالنادي الاهلي لانه المنظومه من غير النادي الاهلي ولا ليها قيمه. شوف بقى قد ايه بقى جميل. النادي الاهلي ده اعتبره هرم من الاهرامات. خلاص انا بقول لك اهو، واللي مش عارف قيمه النادي الاهلي في النادي الاهلي يروح. يا اخي انا رئيس الزمالك بقول لك النادي الاهلي ده هرم من الاهرامات. تمام تمام. لما تيجي النهارده انا اجتمعنا واتعرض مشروع بتاع الغاء الهبوط، انا صوتي يا استاذ مدحت. بالتالي بقول لك لا شريف حبيب اعترض ولا محمد عبد الوهاب ماسك النادي الاهلي اعترض، وهو لو اعترض انا عاوز يطلع دلوقتي في يعمل لك مداخله يحلف على مصحف ان هو اعترض، وافق ورفع ايده على الغاء الهبوط. ايه المشكله؟ ليه بتشتم كل يوم؟ ما احنا ما فهمناش برضو السيده بيسا شتمت ليه؟ عشان دي حمله معموله. يعني ما فيش وقائع معينه بتتكلم فيها؟ ما فيش وقائع معينه اصلا مين بيسا دي؟ طيب. انا دخلت الناس في نادي اهلي ليا اصدقاء كتير، دخلت على الموقع لقيتها شتماني. حضرتك بتشتميني ليه؟ ما انا لساني طويل يا بيسا، خلي بالك، وممكن اتكلم ما انزلكيش من بيتك. والارهاب اللي بتعملوه ده ولا شعره من راسي، وخليكم انتوا تشتموا ولا عمال اخد منكم اللعيبه. هو يبقى كده يا استاذ مدحت؟ طب احنا عايزين نعرف دلوقتي يا مرتضى بيه، الزمالك حلمت بيها انا خدتها خلاص. الحقيقه الاسماء اللي انا قلتها دي احلام، يعني دي احلام. هل بالفعل كل دول وقعوا اللي انا قلتهم؟ يعني خالد قمر، رضا العزب، دويدار. انا ما اعرفش اسماء، انا اعرف احلام يا استاذ مدحت. تاني بقول اهو، كل اللي حلم بيه جمهور نادي الزمالك وهو نايم انا اشتريته. هم قالوا للولاد ما معهوش فلوس، ربنا كرمني ومعايا الفلوس واشتريت نقدا. خلاص نقدا. دخلت في صفقه اسلام رشدي. طيب اسال اولا، انا عندي لجنه تعاقدات هي المسؤوله عن التعاقدات. تمام. خلاص تمام. انا راجل بمضي، واخد بالك، بعد ما بيتفقوا. اسال اسلام رشدي قعد مع مين الاول. اوكي. لو قعد مع النادي الاهلي الاول هقول له تعظيم سلام. بس كشف طبي في الاهلي. يا سلام. هو داخل الكليه الحربيه. يا استاذ الفاضل، يا بص انا راجل ملتزم بكلمتي. اتفضل. لو اسلام رشدي يا اخ علاء صادق ويا اخ محمد عبد الوهاب يا صديقي العزيز، اللي بقى لي اسبوع ما شفتكش عندي في المكتب، لو اسلام ده قعد مع النادي الاهلي الاول يبقى انا راجل غلطان. ده راجل قعد مع نادي الزمالك وعرف انه قعد مع الزمالك. تمام. وهم دخلوا في الصفقه. الكلام اللي بيقولوا على يعني الصفقه اسلام صفقته بدات مع الزمالك. نعم. الصفقه بتاعت اسلام بدات مع الزمالك. يا فندم. قول تاني اساله. لو انا بكذب انا ما اعرفش هم طبعا خدوه ولا لا، لان انا عندي حاجات اهم من ده بكتير. تمام. لكن انا بقول اهو، عايز تعرف عندي اهم ايه؟ عندي اهم مصر. ان انا راجل اسمه المشير السيسي عايزه ينجح وعايز الشعب ينزل، وبلف في كل حته عشان الراجل ده الملايين اللي شرفونا في العالم العربي واوروبا وامريكا، عايز اشوفكم يا مصريين تنزلوا اليومين دول. عندنا ده الاهم من علاء صادق وعبد الصادق والكلام ده بقى، وانبي ومش انبي ويروح يلف على الناس والكلام ده. احنا عندنا يعني دماغنا بتوجعنا. لكن بقول اهو تاني، انا قلت عندك انا مستعد اروح النادي الاهلي، ازور النادي الاهلي وابارك لمحمود طاهر ومجلس ادارته لو دعاني. مش قلت الكلام ده عندك؟ هو قال لك اتفضل يا مرتضى البيان، والله هروح له بعدها بساعه. انما هو عايز يعمل مشكله. لا خالص. هو بس انا اتصور ان هو ما زال بيلم اموره داخل النادي، اتصور هذا. واحنا في النهايه ما يهمناش زي ما حضرتك قلت، وانت راجل
عملت شغل كبير جدا في لجنه الانديه، يهمنا ان احنا نهدي الاوضاع. كلمه بقى في والله العظيم اقسم بالله العظيم بالظبط كده، ما في بيني وبين اي حد في النادي الاهلي اي يا بيه. انا بص تاني، انا كنت ناس اقول لك ان انا محامي اكرامي خلاص، ناس اقول لك ان الخطيب يعني اي ازمه كان بيجي عندي ما عنديش مشكله مع حد. نعم النادي الاهلي ده بقول لك